اهلا وسهلا بيكم. هنبدأ نتكلم على موضوع المية الزرقاء وانواعها وازاي نتابعها. بالنسبة للمية الزرقاء الملخص العام بتاعها علشان نبدأ نفهم يعني ايه مية زرقاء. المرض دوت في تعريفه هي مشكلة بتصيب العصب البصري. الجزء دوت العصب البصري هو عبارة عن تجميع لكل الخلايا العصبية بتاعت الشبكية من أطرافها ومن مركز الإبصار. هذا التجميع عامل زي الكابل الكهرباء اللي فيه سلوك كتير، فوق المليون سبحان الله فايبر عصبي، ويرسل من خلاله الصورة بيتم إرسالها إلى المخ بعد مرورها في كذا مرحلة. فالمشكلة كلها إن في ضغط على هذا العصب في هذا المكان، سواء نتيجة ارتفاع ضغط العين أو خلل في الأوعية الدموية والتغذية المضبوطة لهذا العصب. في نظريات كتير بتكمل الموضوع ده، لكن السبب الأكثر شيوعا هو ارتفاع ضغط العين. لكن برضو عايز أقول لحضراتكم إن مش هو ده السبب الوحيد. يعني في ناس بتصاب برضو بمية زرقاء برغم إن هي ضغط عينها مش مرتفع. فبالتالي التعريف بتاعنا إن هو مرض يصيب الأعصاب. ففي علاجه احنا محاولاتنا كلها ان احنا نخفض ضغط العين بعلاجات وانواع مختلفة من العلاج، سواء علاج طبي زي قطرات او بليزر او بعملية. المهم ان احنا نخفض ضغط العين، هي دي الوسيلة الوحيدة اللي نقدر بيها نخف الضغط عن هذا العصب اللي محطوط عليه ضغط عنيف وبيبدأ يتآكل تدريجيا. النقط اللي هي الطرفيه بتاعت الشبكيه دي، في عندي مركز الابصار. مركز الابصار طبعا بيدينا الرؤيه اللي هي اللي قدامنا على طول، وهي الرؤيه الدقيقه اللي فيها تحديد الاشياء ومتابعه حركتها. ثم عندي هنا في المجال في الاطراف بتاعت الشبكيه دي بتديني مجال الرؤيه اللي حواليا. يعني وانا مثلا سايق انا ببقى شايف لو في حد بيتحرك من هنا، هو جاي في المجال بتاعي، فانا ببدأ انتبه ليه وابص عليه. لو انا عندي مشكلة في الاطراف بتاعت الشبكية ببدأ مجال الابصار عندي يتأثر. خطورة المياه الزرقاء ان مجال الابصار بيبدأ يتأثر بنسبة كبيرة قوي قبل ما العيان يبدأ يلاحظ ده. ليه؟ لان التغيرات دي بتحصل على مدار سنين. دايما التغير التدريجي بيبقى الإنسان ما بيقدرش يلاحظه. وشكرا لك.